حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل صحة يا رب. تعالوا بينا نصلي على النبي واقول لكم النهاردة على شوية اقمشة زي ما انتوا شايفين كده، في بالقطعة على بعضها وفي كمان بالمتر. القطعة على بعضها اللي هو بيبقى سايب قدامك ده في منه بالقطعة، وكمان ممكن تعملي منه بالمتر. وعايزة اقولك سعرهم حلو جدا، وكمان تشكيلة الستاير دي. المكان ده فين؟ في سوق الجمعة اللي انا كنت مصوره لكم فيه الملايات. وكمان عايزه اقولك الراجل ده فارش هناك وعنده شويه مشايات فعلا واخدين الترند الايام دي. وانا نفسي انبهرت بكام مشاية عنده، كانوا تحفة. عنده مشايات طويلة لأوض النوم، عنده كمان دواسات تنفع قدام الحمام وكمان للمطبخ. وزي ما انتوا شايفين البيضة دي كانت واخدة ترند اول فترة اللي فاتت. وعنده بصراحة شوية حاجات تحفة. أنا كان نفسي أصور لكم حاجات أكتر من كده، بس للأسف عشان وقت الفيديو. الجميل بقى إن أسعار المشات عنده حلوة جدا جدا. بصوا، في التقيل وفي الخفيف. أنا يعني والله عايزة أصور لكم أكتر من كده. دي أمورة وجميلة جدا. بصوا، ودي كمان واخدة الترند برضو الأيام دي. بصوا بقى اللي هي بتاعت الأرض، اللي هي حافظة السجاد. عايزة أقول لكم برضو شوية ألوان كانوا تحفة. وعايزه اقول لك سعر الدواسات هناك بتبدا من حوالي من 30 جنيه و35 جنيه، وانت طالعه. وكمان في حاجات اقل من كده، بس حاجته بصراحه كلها حلوه جدا. والميزه كمان في المشايات اللي انا فرجتها لك دي، ان تقدري تحطيها في الغساله وتطلع معاكي زي القشطه. ما فيهاش طبقه جلد من تحت تقع. ودي على فكره ميزه مهمه جدا، يا ريت تخلي بالك منها. اما ده كده كان جزء من الملايات. بفكرك ان كمان السوق ده كمان فيه ملايات وكلها برضو الوانها تحفة.